اليوم غنوريكم كيفاش تخرجوا شهاده سكنه فابور الخوت. كيف ما كتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لك تخرج شهاده سكنه فابور. اول حاجه كديرها كتقلب على شي جريده الخوت، تحاول تقلب على شي جريده ولا شي بلاصه تقدر تنعس فيها ولا شي حاجه. غنعطيكم مثال لواحد البلاصه شي قنيته في هذه البلاصه. راه كنجي دائما كنجلس هنا في الليل كنفرش شي الكرتونه ولا شي لعيبه وكنعس، ولا تقول لهم كنزيد لهاد الدخيله هذه بحال هذه مثلا ها هي، وكنطلع على الفوق وكنمشي كنريح تما وكنعس صافي. مثلا ليها كنعس في شي بلاصه من تما، ايوا صافي كتوريهم بلاصه مثلا هذه البلاصه حتى هي ملائمه باش تقدر دير فيها لوكاليزاسيون. كتصايفط لوكاليزاسيون ديالك وتقول لهم كنعس هنا مثلا. بعد ما كدير فيها لوكاليزاسيون ديالك وكتصورها في التصويره بالتليفون كتخليها عندك كبروف. المهم ملي كتمشي من بعد كتمشي لاجونطامينطو. دابا غنمشيو لاجونطامينطو الخوت، غنوريكم كيفاش تهضروا معاهم كيفاش المسائل كامله. هي اجونطامينطو الخوت ها هي كيف كتشوفوا اجونطامينطو ديال هذه المدينه هذه. المهم كتحاولوا تدخلوا عندهم، ها هي اجونطامينطو راه هي مكتوبه. كتحاولوا تدخلوا عندهم وكتقول لهم حنايا بغيت شهاده سكنه، انا ما لقيتش مثلا شهاده سكنه وبغيت نديرها. اول حاجه كيطلبوا منك هي البلاصه فين كاينه انت كتسكن، الديريكسيون فين كتسكن. كتقول لهم انا مثلا راه ما كنسكنش، كتوريهم هذيك الديريكسيون اللي صورتيه المسائل هذاك الشيء كامل الخوت كتوريه لهم اللي صورتي انت في التليفون ديالك كيف ما درنا هذيك العمليه صافي. الامور كتكون عندك مزيانه. من بعد كتسجل عندهم، كيعطيوك واحد الورقه بلا ان البوليس دابا يخرجوا عندك لديك البلاصه يشوفوا واش بصح ساكن تما ولا لا صافي. الا جاو ما لقاوكش راه كتعطيهم شي عذر بلا انك راه انت كتعطيهم النمره ديالك مسائل بلا انك راه انت ما كنتيش تما، مشيتي تقلب على راسك، مشيتي تدبر لا شي خدمه ولا شي حاجه صافي. من بعد 3 شهور ولا اقل كتصيفطوا. المهم ماكسيموم 3 شهور كيعطيوك واحد الورقه بها كتسنى شهاده السكنه ديالك. من بعد ملي كتخرج لك شهاده السكنه ديالك كيعيطوا لك في النمره اللي عطيتيهم وكتجي تاخذ شهاده السكنه ديالك بكل سهوله الخوت. وهكذا كتبقى لك شهاده السكنه لمده عامين، اي وقت تقدر تخرجها وتدفع بها الاوراق عادي. من بعد ما كتاخذ شهاده السكنه ديالك خصك ضروري تمشي دير التراخيطه ديال الطبيب، تراخيطه سينيطاريه سميتها. كتمشي للسبيطار كدير بلا انك راه مريض ولا شي حاجه ولا خصك. المهم تقول لهم عطيني كارطه ديال السانيطاريه، تراخيطه سانيطاريه كيعطيوها لك الخوت. المده ديال المهم ما كتجاوزش واحد المده ديال تقريبا 15 يوم 10 ايام كيكونوا خرجوا لك التراخيطه ديالك، كيصيفطوها لك ولا كيعيطوا لك في التليفون كيعطيوها لك. دابا علاش بنادم ما كيمشيش ياخذ شهاده السكنه بحال هذه ولا كيبقى يتسنى؟ هو كتجيه 3 شهور ولا شهرين ونص بزاف باش انهم يتسناهم ويبقى متبع داك الشيء. علاش؟ حيت هي لا بغا يديرها لك شي واحد كيديرها لك من ساعته من نهارو، يعني ما كتعطاش 10 دقائق كتاخذها. ولهذا الخوت بنادم اللي ما عندوش ولا شي حاجه ما عندوش منين يجيبها وما تعرف حتى شي واحد، من الاحسن يدير هذه العمليه اللي كنوريكم وان شاء الله تاخذوا شهاده السكنه ديالكم. ومن بعد تاخذوا شهاده السكنه ديالكم التراخيطه ديال الطبيب ديالكم، وبهذيك شهاده السكنه تقدروا تاخذوا الايوده ديالكم، تاخذوا بزاف اللعيبات ديالكم تقراو بها اي حاجه. المهم حاولوا تاخذوها في المدينه اللي مستقرين فيها. ديال الناس ما يبغونيش نحط هذا الفيديو الخوت، علاش؟ حيت كيبيعوا شهاده السكنه للناس بثمن غالي. اما الناس اللي كيبيعوا شهاده السكنه بثمن معقول هذوك راه ماشي الهضره عليهم، وهذوك هما الرجال من حقه يبيع شهاده السكنه ولكن ما يبيعهاش غاليه الخوت. هادشي اللي وهذا الشيء الخوت خصكم ديروه من اول نهار حطيتو رجليكم في اسبانيا. يعني هذا الفيديو راه بزاف ديال الناس اللي يلاه يجيو ولا يلاه جاو. حاولوا تستغلوا الفرصه، تستغلوا الوقت. ملي كتاخذ شهاده السكنه في هذيك 3 شهور راه كتبدا تحسب لك من اول نهار مشيتي عندهم. يعني هذيك 3 شهور راه محسوبه لك. يعني بنادم يتحرك على راسو يصايب شهاده السكنه ديالو ويلقى المسائل ديالو. والله يسهل عليكم. حاولوا ما تسوقوش الهضره ديال بنادم، حاولوا ما تخليش بنادم يعجزكم، حتى حاجه ما تخليها توقفكم. حاولوا ديروا شهاده السكنه ديالكم، راه هي الاهم الخوت، هي كلشي. بالنسبه للناس اللي في الاندلسيه، اللي في مدن الاندلسيه بحال سيفيا، غرناطه، مالاغا، المهم اندلس، هادوك يبداو يقلبوا شويه بشويه من النهار اللي حطوا رجليهم. ولكن هم عندهم الحق يبقاو تما حتى عام ونص بلا شهاده السكنه، غير بروفات. وفي هذيك 6 شهور عادي يمكن لهم يديروا شهاده السكنه، ماشي مشكل. يعني واخا يلقاوها تبقى لهم 6 شهور عادي يلقاو شهاده السكنه ماشي مشكل. كتحسب لهم عامين الخوت وكتقبلهم وكيدفعوا الوراق ديالهم وكيشبروهم. وهذا الشيء اللي بغينا الخوت، بغينا كلشي توصلوا الفكره الصحيحه، كلشي توصلوا الحاجه اللي مفيده ليه والحاجه اللي يحتاجها.
اي واحد مهاجر هنا، حنا كاملين محتاج لبعضياتنا، محتاج النصائح ديال بعضياتنا. اي واحد مأكد من شي حاجه يبارطاجيها مع خوتو، واخا ما يكونش عنده السوشيال ميديا ولا شي حاجه. كدا غنكونوا تعرفنا على كيفاش نخرجوا شهاده السكنه فابور الخوت. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، حاولوا تبارطاجيوه باش يوصل لخوتكم اخوتي، واللي بغى الخير لخوتو ربي كيسهل عليه والله يسهل عليكم.